بيدخل عليهم يحيى صوته عالي، مش لأنه شجاع ولكن لأنه اتخنق. بيقول الجوازة دي لو تمت أنا هبلغ فيكم وزارة الداخلية والصحة والعدل، عشان انتوا ناس المفروض محترمين وجايين تتجوزوا أختي اللي هتتم 14 سنة بس كمان 4 أشهر. واحد من الشيوخ بيرد عليه ببرود: انت مين عشان تعطل شرع ربنا؟ يحيى ما بيترددش: انا اخوها. الشيخ بيقطعه تاني: وانا ابوها وجوزها غصب عنك. الراجل ده كان الشيخ حافظ والد يحيى. يحيى بيبص له في عينه: غصب عني جايز، بس مش غصب عن القانون. حافظ ما بيردش، بيمسك يحيى من دراعه ويحبسه في أوضة ويقفل عليه. يرجعوا بعد كده عشان يكملوا الجوازة، ودي أول حاجة الفيلم بيهاجمها في الدين، ألا وهي جواز القاصرات. ولكن هل ده من الدين فعلا؟ في الحقيقة لأ. طب إيه الفكرة؟ إيه الفكرة ربط الدين وزواج القاصرات أصلا؟ هو حديث عن أمنا عائشة اللي قالت فيه إن الرسول اتجوزها وهي بنت 6 سنين ودخل عليها وهي بنت 9. وبعيدا عن الكلام اللي بينفي حدوث ذلك، ولكن ده كان عرف في ذاك الزمن، وكان فرق البلوغ بين الزمن الحالي وزماننا ده. وعلى فكرة ده ما كانش عند العرب بس، زمان الجواز المبكر ما كانش استثناء، كانت قاعدة. في أوروبا وفي العصور الوسطى بنات النبلاء كانوا بيتجوزوا من 12 و13 سنة. في إنجلترا القانون نفسه كان بيسمح بالجواز من سن 12 للبنت و14 للولد. في فرنسا وفي إيطاليا، في كل البلاد. في الهند الجواز المبكر كان تقليد ديني واجتماعي لسنين طويلة، مش مرتبط بدين واحد ولكن بثقافة كاملة. وفي آسيا وفي أفريقيا نفس الحكاية. الطفولة ما كانتش مرحلة، كانت رفاهية. ولكن هل ده معناه ان احنا نجوز البنات دلوقتي في نفس السن ده؟ اكيد لا طبعا، لاختلاف حاجات كتير جدا. احنا مش بننفي ان ده حصل، ولكن بننفي ان ده بقى مباح دلوقتي. كل الشيوخ لما بتتسأل هل حصل جواز في السن ده في الاسلام، كله بيقول ايوه حصل. ولكن لما بيتسألوا هل دلوقتي تجوز بنتك في السن ده، الرد بيكون بلأ، لان ده كان عرف وطبيعة زمانهم مش زمن دلوقتي. بس برضه هل ده بيحصل دلوقتي؟ لا بيحصل برضه. وكان في مسلسل اسمه القاصرات بيتكلم عن الموضوع ده، ولكنه ما كانش مرتبط بالشيوخ انما بالفكر. ده بيحصل بس مش في المدن، في الفلاحين وفي الصعيد. هو بيحصل وهو غلط طبعا، ولكن غلط في الفيلم هو القالب، ان هو ربط المشيخة بالموضوع ده. بالبلدي هو قول بالموضوع.